كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده عن الكونتور، الصوره اللي كنت نزلتها على الانستجرام. كل الناس قالت لي كونتور الوجه وخسيتي، ولا مصوره نفسك بطريقه مختلفه، لا الحجاب، لا مش عارف ايه. حبيت النهارده اعمل لكم الكونتور واوريكم ازاي انا بعمل الكونتور لوجهي انا. لاول مره على القناه هعمل الكونتور بتاع الوجه، الكونتور الكريمي. انا بعملش الكونتور الكريمي ولا بتعامل بيه ولا بشتغل بيه خالص. الكونتور الكريمي من الحاجات المعقده جدا ومش بتليق على كل الناس، وفي بنات ما بتعرفش كويس في الميك اب، بالذات لو زباين او حد مش عنده خلفيه كويسه عن الميك اب. فبعد ما اعمل لها كونتور تشوف ال الاماكن الغامقه حاده في وشها اكتر، والاقيها بتقول لي لا دي خطوط وباينه ومش عارف ايه. هو انا الكونتور في الحقيقه يا جماعه عشان كلنا نبقى متفقين على كده، في الحقيقه بيبقى شكله هندسي جدا، يعني بيكون باين ان هو فيك، باين انك مقسمه فعلا وشك، فيه هنا غامق فيه هنا فاتح، بيكون باين جدا جدا على البشره ان الكونتور واضح وقوي. اما من خلال الصور او الفيديوز بيكون شكله حلو جدا، يعني هو ينفع للسوشيال ميديا، للممثلات، للناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا بمعنى اصح كتير، للفوتو سيشنز، للتصوير عموما. فانا عن نفسي ما بحبش الكونتور، يعني ما برجحش الكونتور واني انحف وشي جامد واني احط اكتر من طبقه كريم على البشره، وان اللي يقرب مني في الحقيقه يشوف الخطوط الهندسية او الشكل اللي فعلا بتاع تقسيمة الوجه. فحبيت النهاردة بس اوريكم التكنيك بتاع الكونتور من خلالي هنا من القناة. انا مش هقدر انقل لكم طريقة الكونتور الصحيحة 100% بسبب ان الكونتور مش قاعدة، الكونتور تكنيك لكل بنت. يعني واحدة وشها عريض ازاي تنحف وشها، واحدة وشها رفيع ازاي تعمل خدود، واحدة ما عندهاش واحدة انفها عريض ازاي تنحف الانف، واحدة انفها نحيف ازاي تبينه شوية اضخم او احسن او اعرض مع وشها. الجبهة على حسب الجبهة بتاعت البنت وان كانت محجبة او لا، منطقة الرقبة بالعظم بتاع الصدر، كل واحدة ليها كونتور. فان انا كنت اطلع اقدمه على القناه فكنت حاسه ان هو استعراض مني، او اني مش هعرف افيد كل البنات، مش كل البنات هتعرف تعمل الكونتور. فاللي هتعرف النهارده انا عملت الكونتور ده ازاي هيكون وشها مليان زيي، يعني انا وشي مليان. هي دي بس البنت اللي هتستفاد من الكونتور بتاع النهارده. كمان حتى الانف، يعني كل انف ليها كونتور معين، مش كل الانف زي بعض. انا بعتذر لكم عن تاخيري كتير اللي انا بتاخره، انا بعتذر لكم جدا يا بنات، بجد انا مضغوطه. انا ممنونه جدا لكل الناس اللي عندي على القناه. كمان يا بنات هسيب لكم الانستجرام بتاعي، السناب شات، جروب الفيسبوك، وهو مهم جدا. يعني جروب الفيسبوك ده اللي هو اقرب حاجه انا بتواجد فيها معاكم دايما، وبهتم دايما ان اكون موجوده فيه. كمان اللينك او البيج بتاعت شغلي اللي بطلع عليها زبايني وعرايسي، للي حابه تخش تتفرج على شغلي او تحجز معايا. كمان هسيب الرقم اللي المفروض لو حابه تحجزي معايا كعروسه تحت على الواتساب. فبس كده، يا رب اكون ما طولتش عليكم في الكلام، بس عشان انا غبت عنكم بقالي فتره طويله. ويلا بينا نبدا اللوك وتشوفوا الفيديو. ولو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتعملوا لي سبسكرايب، يعني اشتراك في القناة، وكمان تدوسي على الجرس اللي معمول تحت قدام كلمة سبسكرايب، لان اليوتيوب بيقول انه غير السياسة بتاعته، وانه مش هينفع انك تشوفي الفيديو بتاعي او يجيلك تنبيه ان الفيديو جه غير لما تكوني دايسة على الجرس ده. بس كده يا بنات، سلام عليكم ورحمة الله، ويلا نتابع الفيديو. حاجة هعملها اني رطبت بشرتي بالزيت دوت من فرسالي، وهكلمكم عنه برضو قريب في ريفيو ان شاء الله، واقول لكم انطباعي عنه. هو بيرطب البشرة كويس، وده اللي خلاني استخدمته النهاردة علشان يمشيلي الكونتور بسهولة على البشرة. رجعت الحجاب لورا عشان اوريكم حجم بشرتي الحقيقي، ودلوقتي حطيت البرايمر دوت من ديور. هو بس بيحسن من شكل المسام والخطوط، علشان كده انا اخترته. حطيت كريم اساسي يكون خفيف خالص من ماك، علشان انا طالما هعمل كونتور ما ينفعش اعمل تغطية عالية على بشرتي، وكمان انا بعالج بشرتي بالليزر وما ينفعش احط كريمات اساس تكون فول كفر.
وكمان استخدمت البروش ديت طالما مش حاطه اي كوريكت او اي حاجه هتتحرك من مكانها وانا بشتغل. وزعت كريم الاساس كمان تحت عيوني ووزعته بالبيوتي بلندر، مجرد بس توحيد لون مش اكتر من كده. بعد كده هستخدم الكونتور دوت من فوريفر 52. هي كونتور كريمي. اخدت اللون اللي على اورنج شوية. اللون اللي على اورنج مسموح لك انك تحطيه في الجوانب بتاعة بشرتك، بالذات لو كانت بشرتك فاتحة مش غامقة. اما لو هتحطيه عند الانف يستحسن تحطي لون يكون غامق و... ويكون يعني مدي شكل على جراي شوية. اما على الخدود مفيش مانع خالص انك تحطيه يكون الكونتور مدي على اورنج شوية، بس هو كمان في التصوير باين انه على اورنج اكتر. اخدت الكونتور ومشيت بيه لحد النني بتاع العين بالظبط، ومن عند النني بتاع العين نزلت بالكونتور على تحت من عند دقني. ده هينحف لك وشك وينحف لك عظمة الفك على قد ما تقدري، وكمان هتبين الكونتور انه اخد جزء من وشك خالص وبينحف بشكل قوي. طبعا الكونتور بتاع الانف زي ما احنا عارفين ان انا عندي مشكله في انفي، فمش هنركز مع كونتور الانف خالص يا جماعه، لان انا عاملاه تشوفيه كويس من ناحيه واحده بس، لكن مش هتشوفيه كويس من الناحيتين. وزي ما قلت لكم تكنيك الانف كل واحده ليها كونتور مناسب. عملت طابع الحسن وكمان نحت فوق شفايفي علشان يبان ان المكان ده داخل لجوه من عندي. اخدت كمان سنه من الكونتور الغامق ودخلته في الجناب بتاعه خدودي. بعد كده اخدت الكونتور ونحفت شوية المكان بتاع الجبهة، ولو انتي مش محتاجة تقدري ما تعمليهوش خالص. كمان اخدت الكونتور الكريمي وحطيته تحت شفايفي وعلشان يبرز شفايفي شوية لبره. اخدت نقطتين زيت من اللوريال ورطبت الفرشة بتاعتي بس بالزيت علشان تدمج لي الكونتور بطريقة كويسة. عشان تدمجي الكونتور بطريقة صح وكويسة لازم تدوري البراش في نفس المكان بتاعها. الفرشة اللي معايا ديت من جيسب، الشعر بتاعها الشعر اللي بيكون طبيعي على صناعي، ودي بتكون جميلة قوي في اي دمج للكريم. زي ما انتي شايفة اندمج بطريقة كويسة وفي نفس مكانه، يعني ما روحتش ما طلعتش على فوق ولا نزلت لتحت، بطريقة دائرية. وببتدي ادمج الكونتور وادمجه بطريقة ما يكونش الخطوط بتاعته واضحة، افضل ادمج فيه لحد ما اتأكد ان الخطوط كلها اتموهت وبقى شكلها مناسب ودخلت مع شكل الوجه. بعد كده هدمج الكونتور بتاع طابع الحسن، اطلعه وانزله. وتقدري تستخدمي صباعك عادي جدا علشان تنحفي علشان تدمجي الكونتور عادي جدا. زي ما انتي شايفة الحركة بتاعت الشفايف خلت شفايفك شوية كأنها يعني طالعة لبره شوية. بعد كده هدمج الكونتور بتاع الانف ومش هدمجه قوي علشان بس يكون باين، لان انا انفي فيها مشكلة زي ما قلت لكم. وبعدين هدمج الكونتور بتاع الجبهة، وبيكون كده كل اللي فاضل عندي ان انا ابتدي اعمل الهايلايت او الاضاءة او الاماكن اللي انا هفتحها. اخدت من نفس الباليت الكونتور اللي مدي على اصفر والكونتور اللي مدي على روز ودمجتهم على بعض، وهبتدي اعمل الاضاءة تحت العين بالشكل ده. بتنزلي تحت العين بطريقة مثلثة وما بتمشيش الإضاءة على الكونتور الغامق، انت يا دوب بس عملتي الإضاءة في المكان اللي عايزة تنوريه بالشكل ده بس. كمان تقدري تخشي بالكونتور شوية عند الأنف وده هيساعدك على انك تنحفي الأنف أكتر. أنا مش بعمل الحركة دي لأنها مش مناسبة لأنفي. كمان أخدت عند منطقة الجبهة وهمشي الخط المفروض يكون مستقيم وباين انه في إضاءة، وطلعته على الإضاءة بتاعة الجبهة علشان يبان ان كل المكان البارز منور عندي زي ما انا عايزة. وبكده اكون دخلت الاماكن الغامقة وطلعت الاماكن الفاتحة زي ما انا عايزة. طبعا بليت البيوتي بلندر لان في الوقت دوت لازم تكون مبلولة علشان ما تاخدش قوي من الإضاءة، لكن انا ممكن تستخدميها ناشفة على الاماكن بتاعة الكونتور الغامق عشان تاخد من الكونتور الغامق على قد ما تقدري. والبيوتي بلندر بتضغطي عليها بالطريقة ديت عشان تقدري تخشي للأماكن الضيقة لو ما عندكيش البيوتي بلندر اللي بتكون صغيرة. هبتدي ادمج الإضاءة الغامقة وادخلها على أطراف الإضاءة الفاتحة بالشكل ده.
على فكرة يا جماعة الكونتور ده زي ما قلت لكم في اول الفيديو مش اساسي، وكمان ما بقاش موضة، لكن انا عملته بناء على طلبكم من الصورة اللي نزلتها في الانستجرام، اللي كلكم اعجبتوا بيها وطلبتوا مني ازاي بنحف وشي بالكونتور، وازاي عملت الشكل ده. دمجت اللون الفاتح بأنفي، وهاخد فرشة تكون صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. الفرشة دي هتساعدك على انك لما تعملي الكونتور ما تمشيش البلاشر الغامق او الكونتور الغامق الباودر في اكتر من حتة، لا استخدمت براش تكون صغيرة عشان امشي بس على الاماكن اللي انا عايزاها فقط. وبعدين همشي في نفس المكان دوت بطريقة طبطبة فقط. ليه انا ثبت الكونتور الغامق على طول بالكونتور الباودر؟ علشان لونه يفضل عندي بني، او ما يتغيرش اللون بتاعه. لون الكونتور دايما بيأكسد او بيتغير لما بتثبتيه باللوز باودر، لكن لو ثبتيه بالكونتور دايركت اللي بيكون غامق من العلبة، لونه بيدي شكل الظل وبيدي الشكل الصحيح للون اللي استخدمتيه من الباليت الكريم. وبعد كده اخدت اللون الباودر الفاتح، وابتديت اعمل شيب كده للكونتور بتاع الخد الفاتح، علشان بس ابين تنحيفة الوجه تكون قوية وحادة. وبعد ما سبته شوية على بشرتي جبت بقى كومباكت باودر تكون ترانسبيرنت، يعني ترانسبيرنت ملهاش يعني لون جامد، هي شفافة او لونها مش واضح، بفرشة كبيرة، وابتديت ادمج كل الالوان على بعض في بشرتي. طول ما انت مقربة من وشي هتفضلي تشوفي الخطوط حادة، لكن وانت بعيدة شوية عن العين هيديكي الخدعة البصرية المطلوبة من الكونتور. دلوقتي هدخل على العين وهستخدم الباليت ديت من ماريو، من انستازيا، وفرشة الدمج من جيز هاب. اخدت بس اللون الانتقالي دوت وحطيته على كامل الجفن كله. وبعدين هاخد اللون البني الاغمق منه شوية، وهحطه بس في الكورنر بتاع العين. طبعا لازم ادمجه كويس واسحبه لبره عشان يديني وسع في العين. واخدت اللون الغامق وهخش بيه بس في الكورنر بتاع عيوني، عشان بس اعمل كونتور للعين يبان ان عينيا عندها كريز او عندها عظمة، لان عيوني نوعا ما مبطنة شوية. بعد ما اخلص الدمج، الخطوة اللي بعد كده اني هاخد اللون الانتقالي اللي حطيت منه فوق وهمشيه تحت خط الرموش السفلي بالشكل دوت، وابتدي ادمجه مع الاي شادو اللي فوق، علشان يبان ان في شيب كده اللي بيبان وانتي بتبصي بجنب عينيه كده بيكون شيك جدا. تنيت رموشي بالتنية بتاعة الرموش، وحطيت مسكرتي من ايسنس، وركبت رموش نوف من بشاير جمعة. رموش بشاير جمعة دي لو قعدت احط فيها 100 سنة مش هزهق منها، وقد ايه هي جميلة. حطيت مسكرة سفلية من انجلوت تحت عينيا، ومن ريميل لندن حطيت القلم النود جوه عيوني. والمفروض كنت حطيت خط ايلاينر فوق الرموش لان الصمغ باين وما كنتش شايفاه، لاني ما مش بشوف نفسي وانا بغمض عينيا طبعا. اخدت بلاشر من تارت، والهايلايتر كان من ماري لومينايزر، وحطيته تحت عظمة الحاجب، اعلى التشيك بونز، اعلى خدي، المكان اللي بيكون قريب من اخر العين. حطيته على طرف انفي، وكمان حطيته في مدمع العين، وحطيته على دقني وفوق الشفايف عشان ارفع الشفايف. وانا بحب الهايلايتر كتير، يعني لو قعدت احط منه كتير كده مش هزهق. كمان حطيته على اعلى خدودي. انا بحب احطه دايما في المكان دوت عشان وانا بضحك يبان ان خدي جلوي او بيلمع. ما ب... ما بملش ابدا من الحركه دي. بس في ايام كتير بتكون مسامي مفتوحه او بيكون عندي حبوب في المكان ده، ما بحطش طبعا عليها الهايلايت لانه بيبرز المشاكل مش بيقللها. حطيته في اول مدمع العين زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هرطب شفايفي واعمل كونتور الانف، كونتور الشفايف، سوري. كونتور الشفايف اخدت لون غامق من الكونتور، وزي ما انتوا شايفين بدخل ارسم
في شفايفي من جوه. كل اللي انا عايزه اعمله اني عايزه شفايفي تبان ان هي رفيعه من الجناب ونازله مليانه من النص. اخدت الكونتور من جوه شفايفي وطلعته في النص على بره زي ما انتوا شايفين كده. اخدت خط كده، الخط بتاع انجلينا جولي دوت، قال يعني كده انا عامله كونتور لشفايفي. انا مشكلتي بس مع كونتور الشفايف ان هو آه، يعني بياخد وقت. انا دايما بحط روج عشان اشتغل بسرعه، احط روج على طول واطلع. اما الشفايف عشان اعمل لها كونتور بس بياخد وقت معايا. لكن على فكره شكله بيكون ممتاز وشكله بيكون حلو جدا، وبيساعد اي بنت شفايفها كبيره شويه ان هي تصغر شفايفها عادي جدا. زي ما انتوا شايفين الرسم من جوه لبره عشان يبان بالشكل ده. دمجت الكونتور شوية على قد ما اقدر، واخدت الروج دوت من كلر بوب هو فاتح، وابتديت ادمجه مع الكونتور الغامق، فهيديك الدرجة ديت اللي هي درجة اللي شبه درجة الكشمير او حاجة مقربل ده. اخدت الايلاينر بتاع انجلوت والفرشة الايلاينر بتاع جيسون، وحطيت الايلاينر في اول عيوني. وكمان عشان اوصل الخط دوت بالرموش عشان ما يكونش الرموش باينه ان هي قصيره. والحركه دي بتدي وسع جميل للعين، وبكده بكون خلصت اللوك يا بنات بتاع الكونتور. وزي ما قلت لكم الكونتور مش اساسي بالنسبه لي، الكونتور مجرد حاجه يعني ممكن تعمليها في مناسبة او علشان وشك مربرب شوية. بعد كده هاجي للعدسات بتاعتي، وعدساتي من لوليتا. عدساتي مضادة للحساسية زي ما قلت لكم يا بنات. وشوفوا قد ايه محافظة على بياض العين كويسة جدا، ما بتلهبش العين، بتقعد معاكي فترة طويلة. انا بعمل دعاية للعدسة دي من كتر ما انا بحبها بجد فعلا. العدسة ديت اسمها هزال من لوليتا. وزي ما انتوا شايفين تركيبها سهل جدا، بتمسك في العين بطريقة سهلة جدا. ويا رب يكون اللوك عجبكم يا بنات. ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب. يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.